السلام عليكم. كلنا متفقين ان الكوتشات البيضاء بتتميز كده بالشياكة والأناقة، لكن يا خسارة بقى لما تطرب وتصفر كده بيبقى شكلها صعب قوي. ما تيجوا اما اقول لكم على خلطة هنعملها في البيت ومتوفرة عندنا كلنا، هترجع لك الكوتش الأبيض زي الفل. تعالوا نشوف الطريقة ازاي. أول حاجة بس هنفك الأول الرباط علشان هننقعه كده في شوية مية ومنظف هو كمان علشان يتغسل، ولما ينضف الكوتش يبقى كمان الرباط شكله نضيف. ادي أول فردة، وهناخد ادي رباط الفردة التانية. هنضيف بقى عليهم شوية من المية، مية عادية خالص، وكمان عليها شوية من الكلور. ويا ريت لو الكوتش يعني الوان والرباط بتاعه بالتالي الوان، ما تضيفيش لا كلور ولا اي حاجه خالص من اللي هي بتزيل الالوان، زي مثلا كمان الفانيش ده بيتحط بس الحاجات البيضه. ف يعني اخاف اقول لك حطيهم يشيلك اللون، فخليها مع الابيض بس. هنروح بقى كمان نجيب طبق نحط فيه شوية مية وقلليها شوية عني لأن أنا كنت حطاها زيادة شوية، وصابون غسيل أطباق عادي جدا وعليه شوية بيكربونات صوديوم، وكمان شوية من الحاجة احنا كنا عملناها اللي هي ملح الليمون المضروب اللي عملناه في البيت، وقلنا ان هو ده ينفع بس للتنظيف. فأول استخداماته معانا النهاردة اللي هي تنظيف الكوتش زي ما هتشوفي دلوقتي. وكمان شوية من الخل. شايفة بقى الفوران ده بيساعد على ان الحاجة تنضف جدا. التفاعل ده يعني المنتجات كلها تمام جدا، وهتديني نتيجة هايلة. ونجيب بقى فرشة أسنان تكون خلاص انتهت صلاحيتها ونستخدمها للحاجات دي دايما. فرشة تنظيف الأسنان دي بتبقى يعني بجد عبقرية جدا في احنا ننظف بيها حاجات معينة كده، هقول لكم عليها في وقتها. أولها مثلا تنظيف الكوتش، لأنها بتخش بالشعر بتاعها في الفجوات الصغيرة اللي ما يقدرش ينظف في أي حاجة تانية. ونبدأ نمسك جزء جزء كده في الكوتش وننظفه. أنا طبعا مش هقول لك إن أنا بذلت مجهود عبقري هنا ولا حاجة، أنا بعمل بالراحة جدا على أساس إن أنا بس أوصل لك الفكرة. تمام، انما بقى خلف الكاميرا هتشمر واقعد بقى ايه اعمل شغل جامد يعني لغايه ما نخلي الكوتش زي الفل. تمام. زي ما قلت لك الملح الليمون اللي احنا عملناه في البيت عشان هو معمول بملح الطعام، ما ينفعش يدخل في اي استخدامات تانية خالص زي الملح الاصلي اللي هو بيستخدم بقى في مستحضرات التجميل وبيستخدم في عمل الشامبوهات والشاور جل والصابون السائل، وبيبقى مادة حافظة ويعني في الأطعمة والمشروبات. انما اللي احنا بنعمله في البيت ما ينفعش لأي حاجة خالص غير للتنظيف الحاجات اللي احنا بنعملها دي، ولسه هتبقى في سلسلة حاجات تانية هنعملها بملح الليمون اللي احنا عملناه. وانا هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف ان شاء الله، تعمليه وخليه عندك في البيت كميه كبيره استخدميه في حاجات كتير جدا هقول لك عليها بعدين. زي ما انت شايفه كده خلاص نشفت الفرده اللي انا كنت شغاله فيها، وبحطها لك جنب التانية. هتحس التانية برضو مطربه ومصفره طبعا اللي هي ما اشتغلناش فيها خالص، ففي فرق واضح طبعا. تمام. وادي الرباط لسه بقى نقعينه في المحلول اللي احنا عملناه له ده، هينضف دلوقتي يبقى زي الفل. وهنا بس بقول لك ما تبقيش تزودي الميه زي كده، يا دوبك تقللي الميه يعني عني حاجه بسيطه كده، لان كل ما زادت المكونات اللي انت شغاله بيها مع ميه قليله كل ما كانت نتيجتها افضل. انما انا الميه زادت مني شويه. كده خلاص كان اتغسل الفردتين وبقى نضيف زي ما انت شايفه كده وبقى زي الفل. هعمل خطوه مهمه جدا جدا دلوقتي. اولها ان انا لازم يعني انشف الكوتش مثلا بقماشه تكون قطن او فوطه، او مفيش خالص يبقى هنجيب ورق من بتاع المطبخ اللي هو بيمتص اي سوائل. علشان دلوقتي هنجيب بقى ايه حاجه مهمه جدا، الفازلين اللي بنستخدمه في البيت اللي هو الفازلين الطبي لتطريه الجلد. ده مهم جدا جدا ان تاخدي منه قطعه كده، وبعد ما تنشفي الكوتش كويس جدا تبداي تلمعيه بيه علشان يطري الجلد بتاعه وما يخليهوش يشقق من المواد اللي احنا طبعا غسلناها بيه. تمام. وبالتالي طبعا ما يبقاش فيه شقوق يدخل فيها تراب ويخلي شكله مش ظريف يعني. طبعا انا عايزه بس انوه ان هنا البراند بتاعت الكوتش ده بيبقى دايما فيها النعل بتاعه اوف وايت شويه مش ابيض ناصع زي الجلد، وكمان اللسان نفسه اللي جوه بتاع الكوتش بيبقى لونه برضو الاوف وايت، لاحسن حد يفكر ان هو مثلا انا يعني دي ما نضيفش او حاجه. فهو بس بيبقى النعل واللسان داخل الكوتش بيبقى لونهم اوف وايت شويه. انما الابيض اللي هو فوق بقى اللي بنمسحه ده فهو يعني ابيض ناصع زي ما انت شايفه. تمام. هنطري بقى الفردتين بالطبقه الخفيفه من الفازلين دي، هتخليه زي الفل وهتحافظ لك عليه كمان يعيش معاكي فتره طويله. خلصنا كده زي ما انت شايفه عن قرب الجلد بتاعه نظيف وحلو جدا،
ورجع بقى زي الفل تاني، يتلبس كده بشياكته وأناقته، يبقى تمام جدا. يا رب أتمنى يكون الفيديو كان خفيف ولذيذ كده واستفدتوا منه، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم بإذن الله. مع السلامة.